صباح الخير يا عرطة، صباح الخير يلي يكون من بكت يديك على قفاك. اتحملوني شوي، أنا أخوكم برضو. الشركة نصبت خلال 14 يوم على 40,000 يمني مليارات الريالات. أنا مش هقول اسم الشركة عشان ما أتحمل مسؤولية هنا، لأننا إلى الآن لا رأينا بيان نفي من الشركة ولا بيان من جهة حكومية ولا حكم قضائي، ولكن أنقول لكم الرواية على ذمة الصحف اليمنية والمواقع الإلكترونية اليمنية والمحامين اللي بيتكلموا والضحايا اللي لهم 3 أيام قاعدين يلطموا. شركة من شركات توظيف الأموال، الشركات الشجرية هذه اللي تقول لك تعال ادي لنا 200,000 ريال واحنا نعطيك 200,000 ريال كل شهر بقية عمرك. وعاد أبو يمن ما حقنا ما يصدق، درجن يقول لهم ادي لكم 200,000 وشجع مليونير. يقول ايوه حقق احلامك، لازم تكون طموح، خلي ثقتك في الشركة عالية، بس انت مطلوب منك مهمة واحدة. ايش هي؟ يقول لك انك تجيب واحد تحتك واللي تحتك يجيب واحد تحت رامسسة، كل واحد يجيب واحد تحته، واللي تحتك يجيب واحد تحته، واللي تحتك يجيب واحد تحته. وانت في النهاية عارف انه السلسلة هذه ستقف. يعني انت هتحط سهمك وبعدين تعرض اخو مرتك، تجيب نسبك على عديلك وتروح تجيب اخوك الكبير تبرمه وتقنع 3-4 اصحابك الهبلان وتجيب، لو جبت نص الحاره في النهايه كده هتوقف السلسله. يعني والله لو انت سلمى حايك ما تعرف تجيب عدد بلا نهائي تحتك، وفي النهايه كده السلسله توقف. ونظام الشركه انها تاخذ فلوس الاعضاء الجدد تعطيها للقدامى، لما يجيبوا بعض ويدحدروا بعض في النهايه الشركه تكفل. هو هذه الشركة خلال أسبوعين عرضت 40,000 يمني. هات 50,000 ندي لك كل شهر 50,000. 40,000 يمني دخلوا أعضاء في الشركة. الشركة جمعت منهم 6 مليار، 6 مليار ونصف خلال أسبوعين. غباء. يعني البنك وهو بنك ورصيده تريليونات وموثق عند الدول العالم كلها معتمد، تحط فيه وديعة لمدة سنة يعطوك عليها أرباح 4-5%. هذا هو بنك. تجيك شركة تعرض أبو يمن تقول لها ما تزلطك، إحنا في السنة نرجحها لك 1200%. يصدق؟ ودائما الشركات في النهاية تختفي. فجأة الناس يدخلوا المنصة يلقوها مقفلة، عاد بعضهم ينزل له أرباح، يدفع $500 ينزل له أرباح 190 ما يسحبهاش، يقول لك خليها تتجمع حق زواجه. فجأة يلاقوا المنصة قفلت وما حد عارف يدخلها ولا عاد في زلط وحسابك مش موجود ورقمك